سيد جمال وكريستال يا حبيبي اخوك عامل ايه؟ مش محتاج اقول لك ان كريم عبد العزيز ممثل مهم جدا، وكمان ممثل ذكي ومتنوع وكاريره ثري جدا. فتعالى ناخد جوله او لفه في كاريره واقول لك ليه بنحب كريم عبد العزيز. تعالى نبدا القصه من الاول، عشان في سنه 1998 بيشارك كريم في عملين مهمين. اولهم مسلسل امراه من زمن الحب مع سميره احمد، وكان معاه وقتها ناس من شباب جيله زي محمد رياض وياسمين عبد العزيز. ووقتها طلع اشاعه ان كريم وياسمين اخوات، بس الافيه ان اخت كريم الحقيقيه اسمها ياسمين. وبيشارك برضه في فيلم اضحك الصوره تطلع حلوه مع مخرج مهم جدا وهو شريف عرفه، وبطوله الاسطوره احمد زكي الله يرحمه. طبعا دي خطوه مهمه في فيلم حلو، كفيله تحط اسم كريم كنجم شاب جديد. وبيشارك برضه في فيلم عبود على الحدود مع علاء ولي الدين الله يرحمه واحمد حلمي. الفيلم ده كانت قبل الخطوه بتاعت صعيدي في الجامعه الامريكيه ونجاحهم كلهم في الناظر برضه. بس يا معلم لا، كريم ولا كان في الناظر ولا كان في صعيدي. عشان في عيد الفطر في سنة 2000 كريم بيعمل فيلم شبابي اسمه ليه خلتني احب، من بطولته مع شباب جيله احمد حلمي، منى زكي، حلا شيحة، واخراج مخرجة شابة